وحتى نتوما المتتبعين ديالي غادي نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا معايا في الكوزينه اليوم اللي غادي نحضر وصفات اللي غادي يكونوا ساهلين في المكونات ديالهم باش ما ياخذوش منا الوقت كتير. وكيف ما كتلاحظوا معايا غادي تكون عندي عراضه ديال العائله وغادي نقول لعائلتي مرحبا والف مرحبا ونهار كبير هذا والله يعشر خطواتكم بالخير يا ربي. كيف ما كتلاحظوا معايا ان شاء الله غادي ندير لهم بسطيله رويال ديال الحوت اللي انا منزله في القناه ما غاديش نصورها. غادي نصور معكم الوصفات اللي ما ديجاش حطيتهم في القناه. اول حاجه غادي نبداو بها بسم الله وتوكلنا على الله. هي هاد الحوته الكبيره اللي غادي ندير لها واحد العماره سهله وبسيطه ديالها. زوج بصلات كبار اللي قطعتهم طولي، رابعه ديال القرعه حمراء وحامضه وحده والخل ديال الحامض والصوص ديال يوكمان اللي كتعطي واحد المذاق رائع ضروري منها في الشرموله ديال الحوت اللي كتجي لذيذه الشرموله. قبطه ديال القزبر ومعدنوس، معلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه صغيره ديال الثوم بودغ، نص معلقه صغيره ديال الابزار ومعلقه صغيره عامره ديال القزبر يابس. غادي ناخذ هاد الصوص هادي اللي غادي ناخذ منها جوج معالق كبار غادي نديرهم فوق هاد التوابل وغادي ندير جوج معالق كبار ديال الخل ديال الحامض حتى هما غادي نزيدهم. وملي كنديروا التوابل مضبوطه كيجي حتى المذاق متوازن. كيف ما لاحظتوا معايا غادي نزيد جوج معالق كبار ديال الزبده مذابه اللي كنحطها حدايا مذابه باش كنخدم بها على راحتي، وجوج معالق كبار ديال العصير ديال الحامض حتى هو كنعصرو كنحطو باش كنبقى نخدم اما الحوت هكا معمر كبير في الفران او البسطيله باش كيجي المذاق متوازن وكيكون مذاق رائع. من بعد ما وضعت هاد التوابل كاملين خلطت هذيك الشرموله مع بعضياتها وغادي ناخذ السكين اللي غادي نتك به هاد الحوته. ضروري نتقبوها بهذا الشكل هذا حيت باش تدخل هذيك التوابل ليها مزيان وكتجي متبله ولذيذه. انا اختاريت ندير لها هذا الشكل هذا باش كتبقى محافظه حتى على الفورمه ديالها. ما بغيتش نشرحها بالموس ندير لها دوك الفليحات اللي كنديروا في السمك ديالنا. من الافضل تكوها ملي تكون فيها الشرموله خفيفه. كيف ما لاحظتوا معايا من بعد ما كملتها غادي نبدا ناخذ هذيك الشرموله وغنبدا ندهنها مزيان بحال هكا. منها كتدخل لي هذيك التوابل فهادوك التقيبات اللي انا درت فيها صافي. ومن بعد ما كنكملها كنعمرها من الداخل بهاد لاصوص مزيان. ضروري تعمروها مزيان باش كتجي الحوته ديالنا متبله ولذيذه صافي. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنتبلوها مزيان. من بعد كناخذ العويدات ديال الربيع اللي غادي نسرحهم هكا في اناء. فاش غادي طيب فاش غتنزل من الافضل ديروها في الاناء اللي غطيب فيه هو اللي غادي تحط فيه في الطبله ان شاء الله. من بعد ما سرحت هذوك العويدات كيف ما لاحظتوا معايا باش ما تلصقش في هذاك الاناء. وبالنسبه لهاد جوج بصلات درت ليهم الشرموله اللي شاطت من الحوت ديال البسطيله باش عمرت البسطيله تقريبا شاطت واحد جوج معالق كبار ديال هذيك لاصوص اللي صايبت للحوت فاش شرملته بقات ليا ودرت فيها هاد البصله باش كيجي المذاق رائع. من الافضل البصله شرملوها في لاصوص ديال الحوت سواء كنتو غديروا بسطيله بحالي انا دابا درت بسطيله وشاطت ليا لاصوص اولا بهاد لاصوص باش نتوما غتعمروا الحوته. شرملوا هذيك البصله باش كيجي المذاق ديالها رائع. من بعد ما شرملت الحوته وبقى ليا هاد شويه ديال الشرموله كيف ما كتلاحظوا معايا درت فيها القرعه باش حتى هذيك القرعه كتجي بنينه وكتجي متبله ومشرمله وكيجي المذاق متوازن. من بعد ما كملت الحوته ديالي لا في الديكوراسيون ولا في الشرموله تبارك الله عيل المنظر ديالها كيشهي. من بعد دابا غادي نرجع باش نعمر هذوك البسطيلات باش كل شيء ان شاء الله غادي نديه للفران في مره. ومن الافضل ديروا هاد الطريقه اللي درت انا ان ملي يكونوا جايين عندكم الضياف او غديروا واحد جوج حاجات في الفران او ثلاثه من الافضل طيبوا في الفران ديال برا. منها كتنقصوا عليكم الشقه او الصهد في الكوزينه وحتى الماعن وخليوا الوقت لحوايج وحدين اخرى. انا درت هاد الطريقه والله ملك الحمد سلكاتني. يعني كانوا الضياف جاو عندي تقريبا مع 5:30 لقوني صافي ساليت. من بعد ما دخلوا هما مشيت انا بدلت حوايجي وجلست جمعت معاهم شويه ان منها كنعطيو الوقت لريوسنا وحتى للضيوف ديالنا اللي جايين عندنا حتى هما نجلسوا معاهم شويه.
هذه احسن طريقه ديروها. وهذا الشيء كنقولوا للناس اللي عندهم الفران في الحومه، لان ماشي كلشي عنده الفران في الحومه. انا تنقولها زعما للناس اللي قريب ليهم هكا الفران في الحومه او يمكن ليهم يديوه، هادو هما اللي ممكن يديروا هاد الطريقه، لان ماشي كلشي بحال ماشي كلشي حداه الفران. ودابا غادي ندوز نحضر معكم لي كويس في الفران بتتبيله رائعه ومذاق زوين بزاف. من بعد ما خديت 3 ديال الدجاجات قطعتهم وزولت ليهم الجلده عند مول الدجاج، جبتهم للدار غسلتهم بالحامض والخل والملحه وبيتهم في المجمد ليله كامله، ضروري يباتوا في المجمد. الصباح خرجتهم ووضعتهم في شبكه حتى زال منهم الماء مزيان صافي. وغادي ندير ليهم تتبيله اللي كتكون سهله وما تاخذش منا حتى الوقت كتير. من الافضل خذوا هاد التوابل اللي كيكونوا جاهزين، كيكونوا في مرجان بيم في المتاجر الكبرى، راها واجده هاد التوابل اللي كيجي حتى اللون بعدا زوين والمذاق ما نقول لكمش على المذاق تيجي رائع. من بعد ما غادي ندير انا بالنسبه للقياس ديال 3 ديال الدجاجات وخديت لي كويس ديالهم كاملين، درت 16 كامله. وغادي نزيد على 3 المعالق كبار ديال الزبده مذابه، 4 المعالق كبار ديال العصير ديال الحامض، ومعلقه كبيره عامره ديال المايونيز. وغادي نخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى كيندمجوا هذوك التوابل مع هاد السوائل اللي زدت عليهم. وغادي نبدا نماغيني الدجاج ديالي بواحد الطريقه اللي كتكون حتى هي سهله. من بعد ما كنماغيني هذاك الدجاج كامل صافي كنخليه في هاد الاناء. فاش انا غادي نطيبه ان شاء الله غادي يمشي للفران في هاد الاناء وغادي ننزلو حتى في الطبله، يعني ما كتبقاش هز حط. اصلا كيجي حتى المنظر زوين باش ما يخسرش ليه حتى الديكور، ان حيت غنديرو عليه هو بوحدو. لو كنت غنديرو مع الروز راه ممكن غادي نزولو من الاناء. من بعد ما شرملت لي كويس خديت السكين وبديت كنتقبهم بهذا الشكل هذا. ضروري ديروا ليهم هاد الطريقه، منها كتدخلهم هذيك لا ماغيناد او الشرموله اللي درنا ليهم، منها كيجي اللون ديالهم زوين وكيجيو فتيين. افضل ديروا ليهم هاد الطريقه. من بعد ما كتكملوهم في هاد التكه بحال هكا، من بعد ما كتقبوهم كتخليهم مده 30 دقيقه وهما في هذيك الشرموله باش كيجي المذاق زوين وكيكونوا حتى فتيين ورطبين في الماكله. من بعد ما غادي نكملهم غادي نخليهم جانبا وغادي نمشي نوجد لهم الحشوه اللي غادي ندير معاهم والتزيين ديالهم باش غادي نزينهم وعاد غادي نديهم للفران. وبالنسبه للوقت ديال الفران لان المغرب دابا كيأذن مع 7، نتوما ديوهم مع 4. انا ديتهم مع 4 باش يلا يشدوا الوقت ديالهم. واصلا حتى كيطيبوا مزيان والانسان ديما يتحكم في الوقت ما يخليش الوقت يحكم فيه. من بعد ما دازت 30 دقيقه زولت هذوك لي كويس وقطعت 2 ديال البطاطات على شكل طولي، وضروري يكونوا رقاقين مزيان ملي غادي نبداو نقطعوا فيهم. وغادي نعملهم في هذيك الشرموله اللي كانوا فيها لي كويس ونشرملها مزيان ونستفها في هذاك الاناء. وغادي نعاود نرد فوق من هذوك لي كويس ونستفهم بهذه الطريقه. من بعد ما نستفهم غادي نعاود ندير ليهم الزيت اللي متبله ديال المشاوي، القياس ديال نص كاس ديال الزيت اللي غادي يقدني في هاد لي كويس هادو. من بعد ما غادي نوضع عليهم هذاك الزيت غادي نزينهم بالحامض وغندير لهم ورق الطهي وغندير لهم بابي الومنيوم ونسد عليهم مزيان لان باش ملي يطيبوا ما يتحرقوش لينا وما تحرقش لينا هذيك البطاطا. ولاحظوا معايا راه ما فيهمش الماء، يعني راه درت هذيك الماغيناد ودرت عليها هاد الزيت اللي هي متبله والماء ما درتوش نهائيا باش ما يتحرقوش لينا. ضروري نغطيوهم مزيان. وبالنسبه لهذوك القطع ديال الحامض من هذوك اللي كاينين في الزيت منها فيهم المذاق وحتى اللون، هما باش غادي نزينوا الدجاج ديالنا لان تبارك الله ما شاء الله داك الحامض طالعه منه واحد الريحه زوينه وحتى المذاق زوين. من بعد ما غادي نكملهم في التزيين كما قلت لكم من الافضل نديروا الوقت قدامنا والوقت حنا اللي نتحكموا فيه، ما نخليوش الوقت يحكم فينا. الحاجات اللي غيشدوا اليد وكياخذوا الوقت احسن نوجدوهم هما الاولين ونوجدوهم بكري. بالنسبه لي دابا راه 4 صافي انا غادي نديهم للفران باش ان شاء الله 6:30 كل شيء يكون عندي في الدار وكل شيء يكون واجد. وكنتمنى من الله يثبت لي الاجر ليا وليكم لا في الصيام ولا في القيام ولا في الصلاه ولا حتى الحباب اللي كيجيو عندنا وتنكبروا بيهم
وكنتهلاو فيهم، حتى هذيك راه اجر وصدقه عند الله سبحانه وتعالى. وغادي نقول لضيافي بالصحه والراحه والعافيه وبالمعاوده ان شاء الله يا ربي. من بعد ما مشاو الضياف وصلينا العشاء والتراويح، الله يقبل ليا وليكم يا ربي، تثبت لينا الاجر ما فيها باس. من بعد صلاة التراويح الانسان يخرج، منها يبدل الجو، منها يزور شي حد في العائله الا في المستطاع ديالو، منها اجر وغادي يبدل الجو من داك الروتين ديال الدار والكوزينه والروتين ديال الخدمه، لان ما تتكون سهله والله العظيم، لان يوميا الانسان كيدخل الكوزينه او الخدمه والضغط ديال القرايه. الله يكون لينا عوين يا رحيم يا رحمن. من بعد ان شاء الله ما غادي نخرجوا حنا، غادي نمشيو نجلسوا في قهيوه اللي غادي نشربوا فيها كويس ديال اتاي، ومنها نبدل الجو شويه ديال الضغط ديال الكوزينه، ان كما قلت لكم والله العظيم ما كتكون سهله، لان يوميا كتدخل وكطيب والماعن والشقه. الله يعطينا الصبر يا ربي. وبالنسبه للوليدات ما خرجوش معنا حيت هما كيمشيو للكتاب من 8 حتى ل 10 ونص، والفضل الكبير كيرجع للأستاذة عائشة على المجهود اللي كدير مع الوليدات، الله يجعله في ميزان حسناتها يا ربي. وكنتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله.